طبعا من جديد ارحب بعبد البارع عطار رئيس جريدة القدس العربي. هناك موضوعين نريد الخوض فيهما. موضوع الان كتبت انت مقال منذ فتره اسمها خلجنة الاردن وشرقنة المغرب، من التعاون الخليجي وجه بكلام يعني او مبادره لضم هاتين الدولتين اليهما. ما المغارم وما المغانم في ذلك؟ يعني الان هؤلاء يتصرفوا بعقليه طائفيه. الآن في عملية استقطاب سني شيعي في المنطقة. الآن بدهم يواجهوا إيران الشيعية. كيف بدهم يواجهوها؟ ما بيقدرش يواجهوها بالقومية، لأنه كان طول عمرهم ضد القومية، ضد القومية العربية، ويعتبر القومية العربية كفر ورجس من عمل الشيطان. فإيش الوسيلة اللي يواجهوا الإيرانيين فيها؟ هي الصراع المذهبي، يعني إنه حشد السنة ضد الشيعة. طيب الآن مصر خرجت من أمرة اللي هو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أقول الشعب طبعا، أنا بحكي عن القادة. طيب بدهم يعوضوها. كيف بدهم يعوضوا مصر؟ لأنهم مصرين أنهم يعاقبوا مصر، لأن مصر أطاحت بالرئيس حسني مبارك اللي كان خادم عند دول الخليج. الآن يريدوا أن يعاقبوا مصر ويلغوها، أو بعضهم يلغيها عن الخريطة. لماذا لا نرى عفوا سعد الباري؟ تفضل. ايش بدك وجه؟ ايوه وجه الاخر مشرف يعني. طيب بس خلينا نكمل. الاردن بلد ما عندها موارد يا اخي. الاردن تصير تروح كل واحد اردني يعامل معامله الخليجي، والمغربي يروح على الخليج ويصير اي تكتل يجمع من شمل العرب، فيا اهلا به. يا اخي انا ضد هاي. طب ما انا بحث صوتي وانا بطالب انه يا اخي يستفيد الامه العربيه من هالفلوس اللي بتروح في اوروبا وبتضيع وبتنشطب في هذا الميلت داون، في الانهيار الاقتصادي. خسر العرب اكثر من 500 مليار دولار راحت اتبخرت هاي استثمارات واشياء. بعرفش اذا الان يعني تتحسن الوضع او لا، الله يعلم، لانه عندهم صناديق سياديه خسرت. يعني اللي عندهم تريليون ونص خسر نصهم تقريبا، وهي معروفه هم وغيرهم يعني. فعمليا انا من بطالب انه هذه الاموال تستثمر في الدول العربيه، تستثمر في مصر. مصر 12 مليار دولار بتدور على 12 مليار دولار. راح اللي هو عصام شرف زار الدول الخليجيه، ما سمعناش دوله قالت اني استثمر في مصر من دول الخليج. يعني عمليا ورجع مسكين بخفيه حنين زي ما بيقولوا. فعمليا بدهم يستثمروا في الاردن، ليش لا؟ بالعكس هذا واجب، هذا فرض عين انه يستثمروا في الاردن، يستثمروا في المغرب، يستثمروا في السودان، يستثمروا في اليمن. طب بعدين كمان انه ما احنا بنقول عندنا مثل الليله السعيده بالثاني من العصر. طب هم لو 30 سنه مجلس التعاون الخليجي تاسس 1981، 30 سنه قديش استثمروا في عمان؟ ما عمان دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في عمان يا اخي. البحرين ما هي دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في البحرين. طب بدهم يستثمروا في الاردن؟ يا ريت قرروا انهم اخر لما صارت الاضطرابات في البحرين وفي عمان قرروا 10 مليار للبحرين و10 مليار لعمان. وينهم؟ سالت انا قالوا لسه ما وصلش ولا فلس منهم. لا هي القضيه اذا مو قضيه الاستثمار، قضيه انه هذا المواطن. طيب بس مساعدات. لا مثلا المغرب لديها تحفظ ليس كالاردن، يعني لديها تحفظ انه يجوز هذا ضد ايران والى ما هنالك، لكن الان المواطن الاردني عندما يذهب الى السعوديه الى قطر الى الامارات بدون شيء هم بدون شيء يذهب، بدون يذهب كجندي كمقاتل، يذهب كجندي مخابرات. يعني في اقوى مخابرتين جهازين مخابرات في الوطن العربي حقيقه هي الاردني والمغربي، هذا معروف في العالم. فهم يريدوا الاثنين، يريدوا اجهزه المخابرات حتى تمنع انفجار حروب اللي هي مظاهرات واحتجاجات واشياء تطالب بالاصلاحات، وبدهم يريدوا قوات اردنيه وقوات مغربيه لانهم هذول مستودع سني حتى يقاتلوا ايران لو وقعت الحرب مع ايران في فتره لاحقه. ليش؟ لانه الاردن ما فيش فيه شيعه، فمضمون ان هذول سنه. المغرب ما فيش فيها شيعه، هذول مضمونين سنه ومالكيين. ليش؟ لانه سنه 1990 لما غزا صدام حسين الكويت كويس واحتلها، السعوديه طلبت قوات باكستانيه، اكتشفوا لانه يريدوا يحطوهم في المنطقه الشرقيه اللي عند حفر الباطل، وعند عند اللي هو المنطقه الشرقيه اللي فيها النفط والظهران والدمام، هذه فيها شيعه. بس خلينا نكمل. فجاءت القوات الباكستانيه اكتشفت السعوديه انه في شيعه باكستانيين، فقالوا اعتقد لما نزيل بوتو بعدها نواز شريف اللي اخذ بعدها انه لا يا اخي جيبوا لنا قوات سنيه بس. قالوا على كيفك هذا شعب باكستان، لكن ما فيش عندنا السنه والشيعه، احنا عندنا هذا جيش والجيش فيه السنه والشيعه. الان بدهم الاردنيين وبدهم المغاربه لانه هذول فيش فيهم شيعه باختصار. بس اخذوا اليمن هي داست الايادي في الخليج ده في نظام مجلس التعاون الخليجي. كيف ياخذوا اليمن؟ ما اليمن فيها زيديه، والزيديه احد فروع الشيعه، ما هي كمان هي النظره.
طب ما كان اليمن اخذوها، ليش ما اخذوها؟ ده ضحكوا على اليمنيين، قال لهم انه قدموا طلب اليمنيين، وصاروا بيستنوا 10 سنين، وين وجبوهم؟ جابوهم في دورة الخليج عشان يضحكوا عليهم يغلبوا الفريق اليمني، لأن الفريق اليمني أضعف فريق، يضحكوا على اليمنيين، يعني ينزلوا بوزراتهم في الملعب ويغلبوهم هاي القصة. طب ليش ما أعطوا اليمن استثمارات؟ لو أعطوا اليمن استثمارات ما صارتش الثورة. لو أعطوا اليمن مساعدات كان. طب بعدين ليش اليمن تستنى 10 سنوات حتى تدخل مجلس التعاون الخليجي وما دخلوهاش، بينما الأردن بيقول لك الآن تدخل، المغرب الآن تدخل. يا أخي نحن يعني بدنا إياهم يترفعوا على هالنظرة الطائفية. ستؤثر هذه على مثلا الجامعة العربية الآن في مرحلة الجديدة ونبيل العربي الوزير الخارجية الجديد؟ يعني الآن بدل ما يروحوا للجامعة العربية ويقووا الجامعة العربية ويقووا الرابطة العربية ويترفعوا على اللي هي هذا السياسات ما قبل الحرب الباردة، يجوا يعني يتغيروا زي ما الثورات بتغير المنطقة الآن. الأنظمات هذه أنظمة لا زالت تعيش في الماضي. الآن نبيل العربي جاء أمينا عام الجامعة الدول العربية، نبيل العربي يمثل ثورة، بكرة حتواجههم مشاكل كبيرة معه. يعني مرة رئيس وزراء الكويت عمر موسى قال له أنت السيجار هذا اللي تدخنه، هذا السيجار هذا منا من فلوسنا. لا عمر موسى اللي هو الشيخ صباح، نعم. اعتقد كان وزير خارجيه، قال له هذا السيجاره يا مزن، هذا السيجاره دخله هذا من فلوسنا. قال له سكت ما حكى. نبيل العربي حيقول نعم مش من فلوسك، هذا من فلوسنا. هذا احنا بندخل سيجاره، احنا بندخل سيجاره من قبل 7000 سنه. هناك معلومات فعمليا الجامعه العربيه الان حتتغير. يعني مش زي زمان يجي اللي هو عمر موسى يبرر لا مش حتصير هيك. الآن حتتغير الصورة أو نتأمل أن تتغير، لأنه هذا جاي من رحم ثورة في ميدان التحرير، مش جاي من مستودع وزارة خارجية حسني مبارك، لا هذا جاي جابت الثورة، جابت قيم الثورة. فعمليا العرب ربما الآن بدهم يحاولوا يقوضوا جامعة الدول العربية زي ما قوضوها 1990 عندما عملوا دول الإعلام دمشق إذا تذكر، وبعدين بعدها يعني صارت اللي هي هاي قصة المجالس العربية والمجالس الخليجية والمجالس المغاربية لإضعاف الجامعة. لا، إذا بدنا إحنا نتصدى للمشروعين الإيراني والمشروع الإسرائيلي، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي والنهوض التركي، إحنا كعرب إنه ماشي نعزز الجامعة العربية ونعزز العمل العربي. مصطفى الفقيه ليه يعني استبعدوه؟ لأنه هو الوجه الجميل للحزب الحاكم الذي يتصل المعترضين القبيح. لا، مصطفى الفقيه ما كان عليه إجماع. مصطفى الفقيه رجل يعني كان محسوب على عهد حسني مبارك، وكان اللي هو رئيس قسم المعلومات في مكتب الرئيس مبارك. ومصطفى الفقيه قال يعني عمل تصريحات كانت مسيئة جدا، قال انه اي رئيس قادم لمصر يعني يجب ان توافق عليه امريكا واسرائيل، وايد التوريث. فعمليا يعني لا يليق بمصر الثورة ان تاتي بواحد من العهد القديم. ليش نجي واحد يعني منسجم مع التغيير الجديد في مصر اللي هو زي نبيل العربي اللي اول تصريح قال انه نحذر اسرائيل من العدوان على قطاع غزه، ولولا التغيير في مصر لاعتدت اسرائيل على قطاع غزه، وقال لا نسمح باستمرار الحصار على اهلنا في قطاع غزه، وفعلا معبر رفح مفتوح للرايح والجاي. هذه الروحيه ما بدهم اياها، ما بدهمش اياها. يعني عمليا يعني جميل يكون فعلا انسان بيمثل مصر الحديثه، مصر المستقله، مصر اللي استعادت الدوله. الان عندك مصر الديمقراطيه. عندنا مشهدين الان، انتفاضات عربية وامين عام جديد. ستدخل جامعة عربية فيما عجزت عن تحقيقه بالأمس أو بالسابق؟ يعني هو شوف يعني أكيد يعني ستحاول الأنظمة العربية الدكتاتورية الفاسدة أن تضع عصي في عجلة الجامعة العربية في عهد الجديد، في عهد السيد نبيل العربي، وهو شخص مثقف ومتعلم ومحامي ووطني. يعني سيحاولوا ترويضه زي ما روضوا السيد عمرو موسى، زي ما روضوا قيمه. هم يريدوا شخص مستأنس زي عصمت عبد المجيد، زي فرس عبد الباري ليس هو شخصا نافذا، هي سياسات هذه الدول، ويقولون نحن موقفنا كذا، نحن موقفنا كذا، لكن لا يستطيع أن يفرض رأيه يا أخي أو توجهه على دولة ما. يا سيدي يفرض هيبته، لا هذا يفرض هيبته، يقول لا بمشيش زي ما بدكم يا سيدي. بلاش يعمل لنا نشاط ثقافي كويس، عربي كويس، يعمل لنا يا سيدي مركز أبحاث جيد، اللي يعمل مؤتمرات جيدة مثلا، وخلص مش خليهم يلعبوا باللعب الطائفي زي ما بدهم، خليهم يتورطوا في سوء أعمالهم. يعني يعملها يا سيدي، يعملها مؤسسة ثقافية لغاية ما يعني تنتشر الثورة في الوطن العربي وتأتي بأنظمة ديمقراطية، أنظمة محترمة، أنظمة عندها يعني مواقف تجاه أنظمة تريد مشروع عربي،
مشروع عربي يتصدى للمشاريع الأخرى والمشروع الإسرائيلي على وجه التحديد. يعني هذا هو المطلوب من أمين عام الجامعة العربية، يعني ما يكونش شخشيقة، ما يكونش دندول، يعني ما يكونش رابط خرج، يكون عنده شخصيته ويكون عنده هويته، وأعتقد السيد العربي سيكون كذلك. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي على هذه الساعة. هناك خبر بأن هناك استشهد قبل قليل في سوريا الشاب أحمد بن زهير العزب في مدينة العرية، نقلا عن شبكة أوجريت، وانتشار كثير جدا في الدبابات ومقدات الجنود في المنطقة الشمالية في بلاد حلب. شكرا جزيلا لكم سعد الباري، كما أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن متابعتكم. دمتم الله يرعاكم الله معكم.